السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وخبر جديد. قطار برشلونة يدهس قادش ويعود فارقا 8 نقاط مع ريال مدريد. واصل برشلونة سلسلة انتصاراته بالفوز بنتيجة 2-0 خلال مواجهته مع قادش مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 22 من الليجا على ملعب كامب نو. وسجل لبرشلونة سيرجي روبرتو وروبرت ليفاندوسكي في الدقيقتين 43 ودقيقة 46. وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 59 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا بفارق 8 نقاط عن الوصيف ريال مدريد. وتجمد رصيد قادش عند 22 نقطة في المركز ال17. بدأت المباراة بضغط من برشلونة، فمن ركنة ركنية من الطرف الأيسر وصلت الكرة داخل المنطقة إلى إيريك جارسيا الذي ارتقى وسدد رأسية مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى قادش في الدقيقة 4. وسجل رويجر مارتي هدف التقدم لقادش في الدقيقة 19، لكن حكم المباراة إلغاء بداية التسلل. وتألق تير شتيجن حارس مرمى برشلونة في التصدي لتصويبة قوية من روبن أليكزرا لاعب قادش من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 23. وسجل سيرجي روبرتو هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 43، إذ انطلق فيران توريس على الطرف الأيمن بمجهود فردي وراوغ دفاع قادش قبل أن يمرر كرة عرضية نحو ليفاندوسكي الذي سدد كرة رأسية شتتها إيزاك مدافع الفريق الأندلسي لترتد أمام روبرتو الذي أسكن الكرة في الشباك. وأضاف ليفاندوسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 46 بتسديدة صاروخية أرضية أسفل يمين الحارس بعدما تلقى تمريرة سحرية من سيرجي روبرتو داخل منطقة الجزاء. ومع بداية الشوط الثاني صوب فيران توريس كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى مرمى قادش في الدقيقة 50. وكاد ليفاندوسكي أن يضيف الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 57، حيث تلقى كرة في العمق من جافي وسددها ساقطة لتصطدم بالعارضة. وسجل روجير هدف لقادش في الدقيقة 58، لكن حكم المباراة ألغى لوجود خطأ من فالي على تير شتيجن. وصوب سبونتو لاعب فريق قادش كرة رأسية داخل منطقة الجزاء تصدى لها تير شتيجن على مرتين في الدقيقة 78. وانطلق كريس راموس لاعب قادش وراوغ دفاع برشلونة وصدد الكرة بوجه القدم الخارجي تصدى لها تير شتيجن ثم لمست القائم الأيمن في الدقيقة 80. وكاد لوزانو مهاجم قادش أن يخطف هدفا في الدقيقة 86 إذا تلقى كرة عرضية وسدد كرة رأسية ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى تير شتيجن. وبكده يكون انتهى